ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى كده مع بعض النهارده هنعمل اقوى مزيل عرق ممكن تقدروا تجربوه. بجد هيخليكي تستغني عن اي مزيلات عرق من اللي هي بقى برندات غاليه الكلام ده كله. طبعا بيسود منطقه الاندر ارم. لا بالعكس، عايزه اقول لكم ان مزيل العرق اللي انا عاملاه ده بيزيل العرق لمده 48 ساعه، وكمان بيعمل على تفتيح منطقة الاندر ارم. بجد ممتاز جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه وتتابعوا معايا الفيديو للاخر وشوفوا اللي انا بعمله خطوة بخطوة. اول حاجة كده هنجيب طبق بلاستيك، طبعا نكون مش بنستخدمه في المطبخ، يعني هو الطبق ده انا بعمله الوصفات اللي زي دي علشان بقى الروايح وكده بتبقى تمسك فيه شوية. هنا اول حاجه بنستخدمها الشابه، وطبعا الشابه غنيه عن التعريف. تقدري تجيبيها شابه كده اللي هي بتيجي زي الحجر كده وتطحناها انتي، او تجيبيها مطحونه بالشكل ده. هما نوعين ليه. الكيس اللي هو اللي تحت ده الشابه خام، اما الكيس التاني اللي انا ماسكاه في ايدي اللي على الوش ده دي شابه بالورد، بريحه الورد. بجد جميله جدا جدا. هما الاتنين الاختلاف ما بينهم ان دي ناعمه وريحتها حلوه، والتانية خشنة وبتبقى مصفرية شوية لان مش مطحونة قوي، بتبقى فيها صفار شوية. فانا كنت بجيب اللي هي الخشنة دي الاول، ورجعت بعد كده لما عرفت ان هي اللي هي فيه بالورد بقيت اجيبها. بس لما قلت لجوزي جيبها لي من عند العطار فهو ما كانش يعرف انا عايزه ايه، فقام جاب لي. يعني العطار قال له في كذا وفي كذا، قال له هات من دي ومن دي. عايزه اقول لكم ان الكيسين دول، الكيس من ده ب10 جنيه. فطبعا لو هتعملي على قدك انت بس هتقدري تعملي كيس واحد بس ب10 جنيه. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي في الاخر لو عامله ب10 جنيه شابه بالحاجات اللي هنحطها عليه هيتكلف من 25 ل 30 جنيه. مفيش اي مدير عرق النهارده بالسعر ده. بالعكس، مدير عرق مع تفتيح بيدوم 48 ساعة، ممتاز جدا جدا. هنا بقى بنحط بودرة التلج. بودرة التلج اللي هي بتاع الأطفال عادي، ولو مش موجودة بتقدري تستغني عنها برضو. هحط هنا حوالي من 3 معالق كده على الكمية دي. هي كانت عفرت معايا بقى كده وانا بحطها. ف بجيت بقى ايه ان انا بمسح كده حواليها، فوقفت الفيديو ورجعت بدأت الفيديو ونسيت ان انا ما كنتش فتحت الفيديو. فكنت ضفت بس حاجة واحدة اللي هي مية الورد. مية الورد دي اللي هي مخصصة للبشرة، تقدري تجيبي اللي هي البيضة دي او تجيبي اللي هي البامبا. بس البامبا كانت خلصانة عندي، ف بنتي لما بعتها جابت لي دي، بس دي برضو جميلة جدا. هنا بقى بتحط ميه الموارد لغايه ما الشابه وبودره التلج تبقى معاكي زي قوام الكريم كده. تقدري بقى هنا تستغني عن لغايه هنا كده عن الحاجات اللي انا هحطها. بس عايز اقولك بقى مش هتدي التركيز في الريحه وفي الثبات اللي انا قلتلك عليه في الاول والتفتيح. التفتيح بقى بيجي من ايه؟ ان احنا هنحط زيت الورد. زيت الورد هيدي ريحة اقوى وثبات في الريحة، وكمان هيعمل على تفتيح منطقة الاندر ارم، وبيعطر الجسم وبيرطب. عايزة اقول لكم زيت الورد ده بجد ممتاز جدا جدا جدا. هنا بقى هحط حوالي من معلقتين من زيت الورد على الكميه دي. وزي ما قلت لكم لو انتوا هتعملوا بس نص الكميه هتقدروا الحاجات اللي انا بضيفها دي تعملوا نصها بس. حتى لو ضفتوها هي برضك مش هتعمل لكم حاجه، ده بالعكس هتدي آه يعني ايه فايده اكتر للمزيل العرق اللي انتوا عاملينه. بعد كده بقى خلاص بنبدأ نقلب كل حاجة بنحطها، بنبدأ نقلبها كده مع بعضها. بوريكم هنا قوامه زي الكريم. ما تحطيش مية موارد كتير عشان ما يخفش معاكي في الاول لغاية ما تشوفي ايه القوام. بعد كده بقى هنضيف بقى اللي هيركز يعني هيخلي الريحة مركزة جدا جدا، اللي هو المسك الابيض. المسك الابيض ده قوامه تقيل جدا. حتى انا هوريكم هنا حطيت عليه شوية من مية الموارد علشان اخده كده انزل بقيته. بجد ما انسجمش خالص مع الميه لان هو تقيل تقيل جدا. فانا حطيت هنا العلبه دي على بعضها علشان انا عامله كميه كبيره. لكن لو انت هتعملي اقل تقدري ما تحطهاش كلها وتقدري تستغنى عنها، لان احنا لسه هنحط حاجه تانية بديله للمسك الابيض ده. تمام. فلغايه هنا كده بجد المسك ممتاز جدا جدا.
المزيل العرق ده ممتاز جدًا، جدًا، هيفتّح، هيقعد معاكِ ل48 ساعة، وهيرطّب كمان المنطقة، ومش هيسبب لِك بقى إسمرار زي باقي المنتجات اللي بنجيبها من السوق. خلاص بقى كده دي الحاجات باورّيكم الحاجات اللي إحنا ضفناها علشان ما ابقاش ناسية حاجة. لغاية هنا كده وبجد القوام ممتاز وجميل جدًا، جدًا، تقدري تستغني عن الحاجات اللي هاضيفها، بس برضُك هاقول لِك أنا باضيفها ليه وفوايدها إيه. هتقولي ده أنتِ ضايفة حاجات كتير وكده تكلِّف لأ، ما أنا حاطة من كل حاجة حاجة، لو جيتِ تحسبيه مش هيتعدى ال30 جنيه، اللي هو إيه لو أنتِ عاملة نُص الكمية دي، أمّا الكمية دي ممكن تكون اتكلفت معايا 50 جنيه وأقل كمان، فعادي جدًا ما فيش أي مزيل عرق النهارده ب50 جنيه، المزيلات العرق كلها غالية جدًا، وإن لقيتِ حاجة رخيصة بتبقى طبعًا اللي هي إيه، ممكن تقعد معاكِ 5 ساعات وكمان بترجع تسوِّت في المنطقة ومنطقة الunder arm وكده، فمش هتستفيدي حاجة. هنا بقى كنت حطيت معلقتين من الكريم المرطب، أي كريم مرطب عندِك، فكان عندي كريم المرطب ده حطيت كده معلقتين من الكريم المرطب، ده بقى بيرطب المنطقة، بيدّي له قوام ممتاز، ودي كده آخر حاجة هنضيفها عليه اللي هو مكعب المسك. أنا حطيت هنا مكعبين مسك من ده لإنه كان متوفر عندي وكده، فهي لو أنتِ عاملة نُص كمية هتحطي مكعب واحد، أنا كنت المبشرة دي مستخدماها للمسك على طول بابشره بيها، لإن باضيفه على زيت جوز الهند لشعري، وباضيفه على حاجات تانية كتير، فبابقى ابشره بيها. فهنا إيه بنتي قالت لي: "يا ماما هات أمّا نسيّح مكعب على النار." فساح، فقالت لي: "لأ ما تبشريش بقى إيه نسيّحهم الاتنين." فسمعت كلامها وسيّحتهم، بجد النتيجة طلعت أحلى من البشر، هو كان في تغريزة شوية بعد ما اتقلّب، لازمًا طبعًا وهو سخن تقلّبي بسرعة وتقلّبيه كتير لغاية ما ينسجم مع بعضه، كان في تغريزة شوية بس مش زي المبشور، المبشور بيبقى خشن شوية. لغاية هنا كده المزيل العرق جميل جدًا، جدًا، ولو وصلتوا بقى لغاية هنا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي كده لايك حلو منكم وتكتبوا لي تعليق تقولوا لي إيه رأيكم في الوصفة، ولو عندكم أي إضافات عرفوها وبقى تجيبي بقى كده برطمان كريم تكوني غسلاه حلو ومعقماه ونضيف، أي برطمان كريم عندِك ده بقى بتاع كان بتاع دوف، أي حاجة برضُك هاورّيكم برضُك حاجة تانية هاحُط فيها لو ما عندكيش برطمان، الكمية دي بتقعد معاكِ بجد تحطّها كده في الحمام كده بعد ما تاخدي دُش كويس، وطبعًا تكوني زايلة الشعر من المكان الunder arm وغسلاه حلو، مش هينفعش بقى طبعًا تكوني خارجة وجاية من برّه وتقومي رايحة حاطاه، فأنتِ طبعًا لأ كنتِ برّه وفي أتربة وعرق وكده وتيجي تحطيه مش هتستفيدي بيه بحاجة، هو ممكن بس مش هيبقى حلو، لكن ده بقى كده بعد كل shower كده بجد ممتاز جدًا. هنا بقى عايزة أقول لِك اتحط فيها الكاتشب والمايونيز وكده، علب برضُك نضيفة ما كانش فيها حاجة، فباحط فيها برضُك لو أنتِ ما عندكيش علب. عايزة أقول لكم الكمية دي عملت معايا البرطمان بتاع الضوف الكبير ده، وكمان العلبتين من الدولاب. بجد شوفوا ملمسه على البتاع جميل جدًا، جدًا، أتمنى إن أنتم تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه إيه، بجد هتدعوا لي عليه. لو جربتوه وطلع ممتاز معاكم ما تنسوش بقى ترجعوا تاني وتكتبوا لي في التعليقات وتدعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم.